Hello and welcome to another episode of Egyptian Arabic with Islam Badawi. Today we will have another episode of conversation in Egyptian Arabic, and today we have a new guest. Our guest for today is my friend and previous student Eddie. ازيك يا ايدي؟ ازيك يا كويس، ايدي؟ عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. في الاول ممكن تعرفنا بنفسك؟ ممكن تقول لنا انت مين وبتعمل ايه؟ أنا اسمي صحفي. تقريبا تقريبا. طيب، أنا اسمي أدي. أنا عرفت إسلام من 10 سنين. هو كان آم، مدرس عربي بتاعي، ودلوقتي بقينا أصحاب. أنا دلوقتي مش عايش في مصر، أنا عايش بدبي، بس وحشتني مصر جدا، وأنا مبسوط جدا أشوفك يا إسلام النهاردة. انا كمان مبسوط بجد اني بشوفك النهارده. الاول ممكن تقول لنا اول مره رحت لمصر كانت امتى؟ أول مرة رحت مصر كانت سنة 2014 تقريبا. ممكن تقول لي ليه رحت لمصر اول مره؟ ايه اللي خلاك تروح لمصر لاول مره؟ لأول مرة أنا رحت مصر عشان أتعلم عربي. أنا ما عرفتش أي حاجة عن مصر. أم، بس كنت عايز أتعلم عربي، ومصر كان بلد مناسب أيام دي في تعليم العربي. جميل قوي. اوكي، ليه قررت تتعلم عربي؟ أنا قررت أتعلم عربي أولا عشان أنا درست تاريخ الشرق الأوسط، بس عمري ما رحت للشرق الأوسط، وما عرفتش ولا كلمة عربي بعد ما خرجت من الجامعة. أم، فكنت عايز أتعلم شوية عربي. بعدين أنا بقيت محظوظ في تعليم عربي، فأنا بعد 10 سنين لسه بتعلم عربي كتير. اوكي، لما وصلت مصر لاول مره كان الهدف الوحيد انك تتعلم عربي. لما وصلت هل كنت عارف ازاي هتتعلم عربي؟ يعني هتعمل ايه علشان تتعلم عربي؟ ولا في الاول كنت متلخبط؟ ايه اللي حصل في اول لا، فتره أولا في مصر؟ أولا كنت متلخبط كتير. أنا تعلمت شوية قبل ما رحت. أنا تعلمت الحروف ويعني أساس اللغة، بس أنا ما عرفتش أتكلم مع حدا. أنا ما عرفتش يعني ولا كلمة عامية مصرية، يعني كله كان بفصحى ومش كتير أصلا. أم، فأنا حسيت إني أولا كان لازم أتعلم إزاي أتعلم، فاهم؟ مهم. يعني أم، خد شوية وقت أتعلم يعني إزاي أتعلم عربي. أنا عرفت الحروف، بس أنا ما عرفتهمش يعني كتير. وأنا ما فهمتش قاعدات اللغة. فأول 6 شهور أو أكتر على فكرة، يعني ممكن أول سنة كانت صعبة جدا. اوكي تمام. وبدأت ازاي تتعلم عربي في مصر؟ ايه كانت البداية؟ أنا فاكر أولا أنا خدت كورس في مهندسين لمدة صغيرة، يعني شهر شهرين. أم، وتعلمت شوية مع آه، في مركز التعليم ده. بس بعدين أنا بديت الشغل في مصر، فكنت لازم أتعلم عربي في يعني وقت الباقي. فأنا لقيتك أنت. وبدينا نعمل دروس، وكان عندي مدارس تانية كمان. واخدنا يعني تقريبا درسين أو 3 دروس كل أسبوع. أم، وشوي شوي أنا أم، عملت يعني جدول، like a routine حول التعليم العربي. وكنت أم، ببص على الفلاش كاردز تبعي في الصبح. أم، وباخد دروس كل أسبوع. أم، اه كده. طيب، جميل قوي. واشتغلت ايه؟ اول شغل اشتغلته في مصر كان ايه؟ أنا كنت بشتغل في مجلة
مجلة صغيرة تبع الاقتصاد في مصر. أم، الشهر لا مش لازم كتير. ما كنتش لازم اتكلم عربي، يعني كله كان بالانجليزي، ومعظم الناس انا عرفتهم اتكلموا انجليزي. أم، في اول فترة، يعني اول سنة سنتين 3 سنين، كنت بقسم حياتي بين الشغل والتعليم العربي. جميل قوي. اوكي، بعد اول فتره في مصر من تعلم العربي والشغل، ايه الحاجات اللي اتغيرت؟ يعني مثلا بعد اول سنه ايه الحاجات اللي اتغيرت؟ تمام. أم، ممكن مش اول سنة، ممكن بعد سنتين او 3 سنين، بس انا حسيت فرق بين اول فترة والفترة اللي بعدها. يعني من الأول أنا كنت بحاول أتكلم عربي مع أي حد في شارع، أو يعني سواء تاكسي، ناس في محلات. أم، بس كنت بتكلم يعني عن حاجات سطحية أساسية وقليل، يعني مش كتير. كنت بتكلم شوية كل يوم، بس مش يعني تقريبا يعني نفس الحاجات. بعد فترة طويلة أنا حسيت فرق كبير، إن أنا بديت قادر اتكلم مع الناس انا عرفتهم، يعني اصحابي المصريين، او يعني الناس تانية. فعربي بقيت جزء اكبر في حياتي، يعني مش زي الاول. فترة يعني بعد شوي انا كنت بتكلم يعني عربي جنب انجليزي. وانا حاسس، وفي نصيحة كمان، يعني انا حاسس انه دي أم، اصعب حاجة لمعظم الناس اللي بيحاولوا يتعلموا عربي. يعني لازم تخلص أول فترة دي. أم، عشان لازم تكون تتكلم عربي في حياتك، يعني مش بس في الدروس، مش بس في الكتب، فاهم؟ مهم. بس بس أول فترة دي صعبة جدا. ومعظم الناس اللي بيتكلموا عربي كويس، يعني الأجانب اللي بيتكلموا عربي ممتاز، هم اتعلموا عربي ممكن يعني في سنة أو في سنتين، بس وقت مقصف، يعني intensive. ودي النصيحة، إني يعني نصيحتي، أنا شفت أجانب كتير تعلموا عربي ممتاز وتعلموا عربي يعني. وأنا وأنا أفتكر إنه أول فترة دي من أصعب حاجات تبع التعليم العربي. يعني لازم تطلع مستوى انك ممكن تتكلم مع الناس في حياتك، يعني الناس اللي عايشين حواليك. أم، بعدين انت ممكن تتعلم عربي من اصدقائك، او من حياتك، او من الشغل، او من اي حاجة. بس الاول فترة بالنسبة لي يعني اصعب فترة. وانا شفت الناس كتير هم حاولوا يتعلموا عربي، بس كان يعني كانوا مستحيل أه، يخلص يعدوا. اول فترة دي. يعني الناس اللي تعلموا عربي ممتاز معظمهم تعلموا عربي في كورس مكثف لمدة سنة أو سنتين، وبعدين يستمروا يتعلموا عربي، فاهم؟ بس الناس زي اللي بحول عمل دروس جنب الشغل ممكن يعني ينفع، بس صعب. عشان لازم تطلع نفس المستوى ده قبل ما يعني تحسن كتير. وانا لحد دلوقتي انا حاسس الفرق بيني وبين الناس اللي هم يعني يتعلموا عربي ب يعني شكل رسمية اكتر، فاهم؟ بالظبط. زي صديقنا إيريك، في أول فترة في تعلم العربي، إيريك كان بيركز بس على العربي، علشان كده هو هنقول learning curve زي ما بنقول بالإنجليزي. learning curve اللي بالظبط. في الأول ده صعب قوي 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 لو أنت بتتعلم أي لغة. أنا بتعلم ألماني دلوقتي. في أوقات كتير بحس إن أنا يعني ما بتحركش، ما بروحش في أي مكان، ما بتطورش، مفيش حاجة بتتغير. والفكرة ان لما ده يحصل المفروض اكمل، ما اوقفش. يعني
حتى لو صعب لازم اكمل واحاول اكتر. والناس اللي بتقضي وقت طويل في البدايه بتركز قوي على العربي بيقدروا يعدوا من الليرنينج كيرف الاولاني، وده تقريبا اصعب واحد. موافق معك 100%. وانا تعلمت لغات تانية، وانا حسيت نفس الحاجة، بس الفترة أم، اصغر. يعني ممكن مع اسباني لازم شهرين، 3 شهور او 6 شهور، مش عارف. بس عربي بياخد وقت طويل. فإريك هو ده مثل كويس. بس مش عايز اقول يعني اشخاص معينة، يعني اللي هو عمل له. انا شفت ناس كتير عمل له، يعني عملوا سنة بس دروس عربي أو بس تعليم عربي، وكانوا يعني أم، كانوا بيحبوا كمان. برضو أنا شفت الناس هم تعلموا عربي بالشكل ده، بس هم ما عندهمش رغبة يتعلموا عربي كويس، أو ما عندهمش الحوس. وحاجة تانية، يعني لازم تتحب اللغة، أو مش لازم، بس يعني بيساعدك كتير. لو أنت عايز تتعلم، لو أنت بتتفرج على فيلم عشان أنت بتحب اللغة وبتحب الفيلم ومش عارف إيه، ده يساعدك كتير. راح هيديلك دفع أكتر كمان. عشان أول فترة دي صعبة جدا جدا جدا، بيبقى أسهل. بس للأول فترة، أحسن نصيحة أنا ممكن أديلك إنه يعني ركز في العربي أولا. يعني إذا في عندك سنة تتعلم عربي، استخدم كل سنة. ما تحاولش تعمل عربي جنب حاجة تانية. أنا لحد دلوقتي أنا حاسس إن العربي تبعي فيه يكون أحسن لو أنا التزمت سنة في تعليم العربي في الأول. بس الحمد لله إذا ما عندكش الفرصة دي، أنت ممكن تتعلم عربي يعني جنب الشغل. بس لازم تركز عليها، يعني خصوصا أول فترة، خصوصا أول فترة دي. طيب سؤال تاني، انا بحس السؤال ده مهم بالنسبه للفصحى والعاميه. هل مم. انت حاسس ان المفروض كل الناس تتعلم الفصحى الاول قبل ما يتعلموا العاميه؟ من تجربتك، من حياتك، بتفكر الفصحى مهمه قبل العاميه ولا ممكن العاميه من غير الفصحى؟ بص، أنا هقول لك بس على تجربتي أنا، وأنا مش مثال كويس عشان أنا بفهم فصحى، أنا بقرأ. بس أنا يعني مثلا أنا ما أقدرش أتكلم، بس صعب أفهم. حتى لما بتفرج على الأخبار أنا لازم أركز عليه. بالنسبة لي عندك 3 اختيارات، يعني ممكن تتعلم عامية أولا، ممكن تتعلم فصحى أولا، أو ممكن تتعلم الاتنين جنب بعض. وأنا عرفت الناس هم عملوا يعني كل ال3 دول. أنا أفتكر إذا في عندك وقت، وإذا في عندك الطاقة كمان والإرادة تتعلم الاتنين جنب بعض، هي تساعدك كتير. وأنا من الأحسن جانب في التعليم العربي هم اللي عملوا كده. ولكن إذا ما عندكش وقت، أو إذا لو مش عايز تدرس الاتنين جنب بعض، وكده صعب كمان. أم، أفتكر لازم تسأل نفسك، يعني ليه عايز تتعلم عربي أولا، والتنين إزاي تتعلم عربي. لو أنت تتعلم عربي أنا من لندن. لو أنت في لندن، مش يعني مش هتتكلم عربي في شوارع. يعني انت ممكن تدرس فصحى في مركز في لندن زي مركز في القاهرة، يعني ما فيش فرق كبير جدا. مهم. أم، لو عايش في مصر، أو عايش في أي دولة عربية، أم، ممكن يكون أحسن إذا تتعلم عامية، مش بس عشان دي مفيدة أكتر، بس كمان حيكون أسهل. حيكون أسهل أه، تمارس من اللي يعني تدرسه في الدروس. بس آخر كلام، وده رأيي أنا، الاتنين
بيساعدوا بعض. لو أنت تتعلم أولا عامية مصرية أو عامية لبنانية أو عامية سورية whatever، وبعدين عايز تتعلم فصحى، هيكون أسهل بكتير بكتير بكتير. يعني مش لغتين، يعني ده نفس اللغة أساسا. والعكس كمان صح. لو تعلمت فصحى وتتكلم فصحى كويس وتفهم الأساس اللغة، وبعدين عايز تروح لمصر وتتعلم عامية وتتكلم مع الناس، هيكون أسهل بكتير لك. أم، فأفتكر الأهم حاجة يعني ركز في دروس، يعني ركز في دراسة. مش مهم جدا لو تتعلم فصحى أولا عامية أو الاتنين جنب بعض، بس خليك مركز في الدراسة وأحبه كمان. انا معاك في حتة الاتنين بيكملوا بعض والاتنين بيمشوا كويس مع بعض. لو هتتعلم مثلا الاتنين في نفس الوقت دي حاجة كويسة قوي. بس انا مهم. مش مع الناس اللي بتدرس فصحى لسنتين او 3 سنين في الاول وبعدين يدرسوا عامية، علشان بحس ان هما ما بيحسوش بفايدة الفصحى. علشان في شغلي في الجامعة في امريكا، الناس اللي درست فصحى لسنين بعد كده بيروحوا مصر او الاردن او اي بلد عربيه وبيكتشفوا ايه ده، انا ما بتكلمش عربي، الناس مش فاهماني. انا قضيت 3 سنين في الجامعه وما بتكلمش عربي. طب ليه كنت بتعلم 3 سنين؟ فاهم قصدي؟ وده اه بحسه بياخد من الشغف بالعربي، وبياخد كمان من الرغبه انك تكمل في العربي وعايز تكون احسن. في ناس قويه وفي ناس بتكمل وبتكون كويسه جدا، بس في ناس كتير بتقرر خلاص فكك من العربي. بس ده مهم. بحسه يعني حاجة حزينة قوي. انت اتعلمت عربي في الجامعة 3 سنين مش عارف تتكلم مع الناس. اه 3 سنين صح، كتير. انت صح، لا 100% انت صح. بس افتكر يعني غير هيدا، يعني اذا بنبص على بس التعليم العربي نفسه، ما ما فيش فرق كبير بين يعني تعليم عامية اولا او فصحى اولا. أم، بس موافق معك، يعني ممكن يكون تيم موتيفيتنج اذا تعلمت عربي 3 سنين وبعدين رحت دولة العرب ومش عارف تتكلم. اكيد. مهم. اوكي ماشي. ايه الحاجة اللي حصلت اللي خلتك تعدي من الليرنينج كيرف الأصعب وخلاك دلوقتي بتقدر تتكلم عربي؟ علشان أنا عارفك من زمان، فأنا شفت إن كان في فترات أنت كنت بتوصل لحتة كنت بتحس إن أنت كسلان ومش عارف أنت عايز تكمل أو لأ، صح؟ مهم. ايه اللي خلاك تقدر تعدي من الليرنينج كيرف ده ودلوقتي تبقى خلاص انا هتعلم عربي، انا هكمل، انا عايز العربي يكون جزء من حياتي؟ ايه اللي حصل؟ صراحة دي حاجة حصلت أكتر من مرة، يعني حصلت كتير. أنا بقول لك يعني لمدة 10 سنين أنا تعلمت عربي، ولا حتى دلوقتي أنا لو أنا كنت مستمر like consistent أكتر، آم، كان هيكون حاجة تانية. بس أنا كان عندي كذا فترة أنا حسيت لا، أنا مش عايز اتعلم عربي كل يوم، انا مش عايز اعمل الفلاش كاردز تبعي، وانا مش شايف أم، تقدم كمان فيها. أم، بس اخيرا كل مرة انا برجع للعربي مش عارف ليه. أم، ممكن عشان عايش في الشرق الاوسط. انا لحد دلوقتي عايش في الشرق الاوسط، حتى دبي لسه في المنطقة. أم، انا بالشغل صحفي في المنطقة كمان، فده حاجة بتساعدني في الشغل كتير، وأنا حاسس إنه استثمار في شغلي. بس فوق كل حاجة، أنا عندي عربي حواليا، حتى هنا أكتر في مصر وأكتر في السعودية أو أي بلد، يعني من أصدقائي أو من شغلي ومن الثقافة حواليا. فأنا شخص عايز أفهم أكتر عن الحاجات اللي بيحصل حواليا.
ف فدي حاجة برضو. أنا أنا فخور بالعربي بتاعي كتير، لكن أنا بعرف إني ما بتكلمش عربي يعني ممتاز جدا، وأنا عايز أكون يعني عايز أطلع المستوى ده، ومن زمان كان عندي هيدا هدف. أم في كذا، في كذا سبب، في كذا سبب. أم هل العربي ساعدك في حياتك انت، في حياتك الشخصية والنفسية، وخلاك يعني تكون احسن في حياتك بشكل عام؟